انت عارفه الاي اي وقصه ان احنا كلنا بنتجه للاي اي او الذكاء الاصطناعي على اساس ان احنا نحل بيه مشاكلنا. احنا بالنسبه لنا كسوفت وير هو فعلا بيعمل لنا حاجات كتير، لكن في حوار الديكور شايفه ان هو الحل الامثل ان الناس تتجه ليه وتكبر دماغها من موضوع ان هو مهندس ديكور هو اللي يعمل القصه دي؟ بصي، هو ال AI حاجة حلوة وجديدة مختلفة. في ناس كتير قوي بتستخدمها في الديكور، بس أنا شايفة إن ال AI لو هيحللي أنا كمهندسة ديكور مشكلة، هيحللي نسبة 1% بس. هنيجي نقول ليه 1%؟ هنبدأ إن ال AI مجرد أداة بتساعدني إن أنا أجمع معلومات بسرعة، يعني أنا كعقل بشري أقدر إن أنا أجمعها في خلال مثلا أسبوع، لكن أنا لو طلبت من ال AI إن هو ينفذ لي تصميم دقيق 100%، فهو هينفذ لي تصميم بنسبة 1% بس. ليه؟ لأن احنا عندنا برامج 3D Max وعندنا كاد وعندنا برامج تانية كتير شاملة تخصص المهندس الديكور. فبالتالي ال AI زي مثلا حاجة أنا بدلها اوبشن أو بدلها هي بتديني اوبشن، تمام، مش دقيق بنسبة 1%. هي كمان المشكله مش من ناحيتك انت كمهندسه، هو من ناحيتي انا. يعني انا ممكن اقول طب ما هو الاي اي بيعمل كل حاجه، طب ما انا اخش وعلى فكره اعرف حد عمل كده، راح ماسك الشقه مصور ببرنامج تبع الاي اي، طب ما احنا هنعمل هنا وهنعمل هنا وهنعمل هنا. طب معلش احنا كلنا بنطلع عينينا مع الصنايعي، صحيح. الاي اي هيتعامل مع الصنايعي